بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحبايبي في الصف الاول الاعدادي. النهارده هنحل امتحان محافظه الجيزه رقم 2 من كتاب الاضواء اداره عجوزه التعليميه صفحه 38. معاكم مس سمر الصاوي. لو محتاج مني احل اي محافظه اي سؤال اكتب لي تحت في التعليقات او كلمني على الواتس. انا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف. اول سؤال عندي سؤال الخريطه. بيقول لي رقم 1 ده هو المحيط ايه؟ ده هو المحيط الهادي، وبرضه هنا المحيط الهادي. يبقى رقم 1 المحيط الهادي. انا هحل وبعد كده اكتب. رقم 2 بيقول لي مدار ايه؟ خد بالك رقم 2 بيقول لك مدار ايه؟ اللي بيعدي في جنوب افريقيا اسمه مدار الجدي. ده هو بيعدي ايه؟ في جنوب افريقيا، وبيعدي في استراليا، وبيعدي كمان في امريكا الجنوبيه. يبقى انت علم الدوائر بقارة افريقيا. اللي بيعدي في نص افريقيا خط الاستواء، واللي بيعدي في اخر افريقيا مدار الجدي، واللي بيعدي فوق في شمال افريقيا مدار السرطان. يبقى في اللي فوق مدار السرطان، اللي في النص خط الاستواء، واللي تحت ايه؟ مدار الجدي. طيب نقطة تانية عايزة اقولك عليها. شايف رقم 1 اللي عند خط الاستواء دي؟ شايفها؟ رقم 1 دي تحت المحيط. بيقول لك 1 المحيط، 2 هي اللي بتاعت مدار الجدي. هو حاططها عشان يلخبطها لك، عشان نص الطلبة في الامتحان بيبقوا شايفين رقم 1 دي ويكتبوها خط الاستواء، يبقوا ملخبطين الدنيا. لا، هو هنا عايز المحيط الهادي وهنا عايز مدار ايه؟ الجدي. طيب منطقة نادرة المطر ده هي الصحراء الكبرى بأفريقيا. 4 عايز إقليم مناخي. شايف الإقليم المناخي ده عند المحيط القطبي الشمالي في حتة برد جدا. كل ده طندرة، دي طندرة طندرة طندرة. طول ما أنا ماشية بنفس القلم ده اسمه الإقليم البارد أو الطندرة. رقم 5 بيقول لي دي قارة ايه؟ اقول له دي قارة امريكا الشمالية. رقم 6 منطقة زلازل وبراكين. شايف الحتة دي في قارة افريقيا، شرق افريقيا، اسمه الاخدود الافريقي العظيم. يلا نكتبه. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. 1 وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة من حيث الحرارة والرياح والأمطار. لدم قال لك قصيرة يبقى ده تعريف الطقس. عواصف هوائية دوارة حلزونية تنشأ فوق المحيطات بالمنطقة المدارية، دي الأعاصير. تدهور القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية، ده التصحر. ما النتائج التي ترتبت على طول النهار في فصل الصيف؟ لما النهار بقى طويل هيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بسبب تلقي الأرض كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي. شوف صفحة 8، هتلاقي هنا صفحة 8 فين؟ في كتاب الشرح. صفحة 8 في كتاب الشرح تكتب كده في الإجابة: ترتفع درجة الحرارة بسبب تلقي الأرض كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي. مش هتكتب بقى بما تفسر، هتكتب كده: أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف بسبب تلقي الأرض كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي. طيب وقوع إقليم غرب أوروبا في نطاق الرياح العكسية الغربية، إيه اللي حصل؟ أصبح أمطاره طوال العام. أكتب كده: أصبح أمطاره طوال العام. الإجابة دي هتلاقيها في كتاب الشرح صفحة 27 أهو. بيقول لك أمطاره طوال العام ليه؟ بسبب هبوب الرياح العكسية الغربية. هو بيقول لك إيه اللي حصل لما بقى إقليم غرب أوروبا في الرياح العكسية الغربية؟ أنت تكتب بقى رأس السؤال، تكتب أصبح أمطاره طوال العام زي ما انا كاتبه لك كده. انت هتكتب الاجابه دي: اصبح امطاره طوال العام، او اصبح الاقليم غرب اوروبا امطاره طوال العام. ما النتائج التي ترتبت على حدوث الزلازل؟ دي نتائج حدوث الزلازل: 1 2 3 4. اكتب الاربعه دول. 1 تدمير المدن والطرق والكباري، تعطيل حركه المرور والسكك الحديديه، انكسار في القشره الارضيه، حدوث موجات بحريه زلزاليه تعرف باسم تسونامي. يبقى انت هتكتب الإجابة دي. ما النتائج التي ترتبت على حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري؟ حصل ايه لما بقى عندنا احتباس حراري؟ أدى إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم، ذوبان الجليد وتقلص مساحاته عند القطبين، ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، غرق السواحل وأجزاء من المدن الساحلية، تغيير باقي عناصر المناخ مثل الضغط الجوي والرياح والأمطار.
اختر. يتميز الإقليم المناخي إيه؟ بارتفاع الحرارة وغزارة الأمطار طوال العام. عندي الاستوائي، أسهل إقليم فيهم يا سنة أولى الاستواء. ليه؟ قالك حرارة مرتفعة طوال العام، أمطار تسقط طوال العام، كل حاجة طوال العام، الحرارة والمطر. تعرف المنطقة التي تحيط بسواحل المحيط إيه؟ بحلقة النار. المحيط الهادي اللي بيعرف بحلقة النار لأن فيه 75% من براكين العالم النشطة. من أسباب حرائق الغابات عندي قطع الأشجار مش هيسبب الحرائق، ولا الرعي الجائر ولا الزلازل هيعملوا حرائق للغابات. اللي هيعمل حرائق للغابات إيه؟ البرق والصواعق. طيب أكمل. يسقط المطر التصاعدي على المنطقة الاستوائية. تقاس شدة الزلزال بمقاييس عديدة، أشهرها مقياس ريختر. من أشهر الأعاصير التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية إعصار ساندي. دلل. تؤثر التضاريس في درجة الحرارة بشكل عام، حيث كلما ارتفعنا من سطح البحر 150 متر تقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية. لذلك يغطي الثلج بعض القمم الجبلية المرتفعة الموجودة في المناطق المدارية الحارة مثل جبل كينيا بأفريقيا. يبقى انت هتلاقيك كتبت كل ده. هو هنا السؤال، تؤثر التضاريس في درجة الحرارة بشكل عام. انت ممكن برضو تبدأ الإجابة من أول هنا بنفس الطريقة كده، تكتب حيث يغطي الثلج بعض القمم الجبلية المرتفعة الموجودة في المناطق المدارية الحارة مثل جبل كينيا بأفريقيا، لأنه كلما ارتفعنا من سطح البحر 150 متر تقل درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. يبقى انت هتكتب السطرين دول وبعدين تكتب المثال ان في عندنا جبل كينيا بأفريقيا يغطيه الجليد وهو بيقع في المنطقة المدارية. للفيضانات آثار إيجابية. أدي الآثار الإيجابية حاجتين اتنين. واحد، تخزين خزانات المياه الجوفية، إزالة النفايات من مجاري المياه والأنهار وصرفها إلى البحار. من هو؟ ثانيا التاريخ. أقام معبد الرمسيوم رمسيس الثاني، وده سؤال امتحانات بيتكرر كتير جدا يا سنة أولى. صاحب قانون الطفو أرشميدس. يبقى أنا عندي علماء الإسكندرية 3: أرشميدس الطفو، إقليدس الهندسة، مانيتون التاريخ. أرشميدس الطفو، إقليدس الهندسة، مانيتون التاريخ. فتح مصر عام 641 وخلصها من الاضطهاد البيزنطي. البيزنطي يعني الروماني، هقول له عمرو بن العاص. صوب ما تحته خط. تعرف الكتابة الديموطيقية بالخط المقدس. اللي تعرف بالخط المقدس الكتابة الهيروغليفية. بنى البطالمة معبد حورس في فيلة، لا، معبد حورس في إدفو. معبد حورس في إدفو. معبد إيزيس في جزيرة فيلة. هنا هنكتب إدفو. انتصر أكتفيوس على أنطونيوس في معركة مجده. غلط، دي معركة أكتيوم. بما تفسر اختلاف الملابس في مصر القديمة. يعني في عندي ملابس من الحرير وملابس من الكتان، أقول بسبب اختلاف طبقات المجتمع المصري. يبقى أقول له كده في الإجابة نتيجة لاختلاف طبقات المجتمع. نتيجة لاختلاف طبقات المجتمع، حيث كانت تصنع ملابس الأغنياء من الحرير بينما تصنع ملابس عامة الشعب من الكتان. بما تفسر تأسيس الإسكندر الأكبر لمدينة الإسكندرية علشان 3 أسباب. لتكون 1 عاصمة لدولته وتحمل اسمه، مركزا لنشر الحضارة الإغريقية في العالم، قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. بما تفسر انهيار دولة البطالمة في مصر بسبب 3 حاجات. 1، ضعف ملوك البطالمة وتنازعهم. ضعف ملوك البطالمة وتنازعهم. 2، زيادة ثورات المصريين ضد ظلم واضطهاد البطالمة لهم. 3، زيادة نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر الداخلية. بما تفسر تسمية عهد الإمبراطور دقلديانوس بعصر الشهداء، لأنه في عهده حصل 3 حاجات. 1، دمرت الكنائس، أحرقت الكتب السماوية والدينية، وكثرة عدد الشهداء في عهده. واكتب كثرة عدد الشهداء المسيحيين في عهده. اكتب ال3 حاجات دول.
صح وغلط. استخدم الرومان خلال حكمهم لمصر اللغة اليونانية في الجيش، خطأ، لأن اللغة اللي كانت في الجيش اسمها اللغة اللاتينية. اللغة اللاتينية هي اللي كانت في الجيش. دخلت المسيحية مصر على يد القديس باخوم، خطأ، برضو خطأ. نشيل باخوم ونكتب القديس مرقس. دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقس. رقم 3، من صفات المواطن الصالح القيام بواجباته نحو وطنه. هنا الإجابة إيه؟ صح، يبقى غلط غلط صح. طيب، في ضوء هذه العبارة السابقة، دور الأم المصرية، دور الأم في الأسرة المصرية. دي الأم، دي واجباتها وحقوقها. احنا هنقول واجباتها. واجباتها يعني دورها. نكتب 1، تشرف على شؤون البيت من تنظيف وترتيب وطهي، تتولى تربية الأبناء الصغار، تساعد زوجها في بعض الأعمال. يبقى هنكتب ال3 حاجات دول. أهم أنواع الأدب الديني في مصر قديما. أنواع الأدب الديني 4 حاجات. 1، نصوص الأهرام. 2، كتاب الموت. أناشيد إخناتون. الأساطير الدينية. أنت هتكتب العناوين بس. يبقى الأدب الديني عندنا 4 حاجات: نصوص الأهرام، كتاب الموت، أناشيد إخناتون، والأساطير الدينية مثل أسطورة إيزيس وأوزوريس. مظاهر تفوق المصري القديم في علم الفلك، يعني إنجازاته في علم الفلك. عندك مكتوب 4 حاجات. 1، معرفة مواقع الكثير من النجوم والكواكب. 2، معرفة التقويم الشمسي، حيث قسموا السنة إلى 365 يوما مقسمة على 12 شهرا متساوية، وكل شهر فيه 30 يوم، وجعلوا الأيام ال5 الأخيرة كلها أعياد، والتي تعرف باسم أيام النسيء. تقسيم اليوم إلى 24 ساعة متساوية. تقسيم السنة الزراعية إلى 3 فصول. تقسيم السنة الزراعية إلى 3 فصول لكي تتناسب مع الدورة الزراعية. دي إنجازاته في مجال الفلك. وبعدين زود آخر حاجة، وإن المصريين القدماء استطاعوا تحقيق تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين في العام، مرة يوم مولده ومرة يوم توليه العرش. لو أنت عارف المعلومة دي اكتبها مع إنجازاته في الفلك. ماذا يحدث إذا بنى المصري القديم مقابره من الطوب اللبن؟ مقابره اللي هي الأهرامات لم تصمد طويلا. هكتب كده في الإجابة: لم تصمد طويلا، أو لم توجد حتى الآن. لم توجد حتى الآن، أو لم تزال باقية حتى الآن، أو لم تصمد طويلا. كل ده صح. كان الإسكندر الأكبر وريث للحكم. كان إيه اللي هيحصل؟ 1، لو كان له وريث لم يتم تقسيم إمبراطوريته بين قواته. 2، لم تقم دولة البطالمة في مصر، لأن دولة البطالمة مش هتبقى من نصيب بطليموس الأول. لم تكن دولة مصر من نصيب بطليموس الأول، ولم تقم دولة البطالمة في مصر. اكتب 1 و2. يا رب أكون خفيفة على قلبكم النهاردة يا سنة أولى، وساعدتك وفدتك ولو 1%. لو عجبك المحتوى وحسيت إن أنت استفدت، يا ريت ما تضغط اشتراك وتضغط لايك، لأن قناتي بتكبر بيكم. وربنا معاكم يا سنة أولى.